يا جماعه تو في وسط الباتوم تاع الحرقه ونيا يحرقوا راهو هكا تبدا الحرقه هكا ابارمون غرقوا. عسلامة الناس الكل، فيديو يوتيوب جديد وفيديو اليوم هو فلوج نهار كامل في البحر. بي يا جماعه باش نقترح عليكم اقتراح، اذا اي واحد صارت له حكايه في حياته يحب يحكيها مع الناس ويبارتاجيها مع الناس بعثوا لي في ميساج بريفي في الكونت انستغرام نتاعي، وانا تو نحكيها في اليوتيوب في فيديو هنايا، على خاطر هذه سلسله جديده اسمها قصص المتابعين. ابعثوا لي حكايه تخوف، حكايه نتاع نجاح، نتاع رعب، نتاع حزن، نتاع دين، اي حاجه صارت لكم في حياتكم تحبوا تبارتاجيوها مع الناس. وعندي اقتراح واحد اخر يا جماعه، اذا شفتوا هكا حاجه حلوه في الفيديوهات نتاعي تنجموا تعملوهم انتم زاد على ارض الواقع، اي حاجه تنجموا تعملوها راهو عملوها هكا وهبطوها دي ستوري ومونسيونيو اسمي الانستغرام، نعاود نبارتاجيها في الانستغرام نتاعي، جوست مونسيونيو اسمي. جماعه بالزهر لقيت سفينه مهجوره غاديكا، والسفينه هذه هي اللي يحرقوا بها الهجره الغير نظاميه. خليني نوريها لكم بالرسمي، اول مره هذه حدث نشوف سفينه متاع حرقه. هذا هو الباتو يا جماعه، هذا هو اللي يحرقوا فيه، الباتو اللي يحرقوا فيه العباد، وقت اللي يمشيوا لايطاليا وفرنسا حرقان من تونس. ريتو كيفاش الكل حديد، ما يعملوه بالحديد. شو شوفوا يا جماعه كيفاش مكسر، تفرجوا البحر عرفتوا. شوفوا يا جماعه، تفرجوا شو مصدد وحالته حليله. تخيلوا يا جماعه يبدا فيه 100 نعبد ولا حتى 200 رقبه قاعدين في هدايا وماشيين لايطاليا وبلايص اخرين. تخيلوا هو الباتو من برا هكايا هنايا يحرقوا هكايا. انا يا جماعه تو في وسط الباتوم تاع الحرقه هي واقفه، هو صحيح طويل معناتها طويل صغير بالرسمي صغير معناتها ما ينجموش يقعدوا فيه برشا عباد. شوفوا انا قعدت هنايا مازال ذي الكل بحذايا، هذا هو الباتو معناتها من داخل هنايا يحرقوا راهو هكا تبدا الحرقه هكا بالزهر خرجوا البحر ابارمون غرقوا. ان شاء الله ربي يرحمهم اذا غرقوا. هاني قعدت وشفتوها يا جماعه البلاصه هذيا ريتو كيفاش منفوخه. هذيا يمكن تكون البلاصه نتاع الموتور، على خاطر اذا قاعدين تلاحظوا الباتو برسمي ما فيهش موتور جمله واللي هي حاجه ماهيش عاديه، خاطر هما يقطعوا راهو مسافات ياسر كبيره معناتها كيلومترات وما ينجموش يعملوها بالتجديف فهمتوا، دونك لازم يكون فيه موتور. اما هو تو الباتو مكسر خرجوا البحر. ذا هو باتو الحرقه من بعيد، هو باتو اللي يحرقوا بيها. هاو ذا يقعد سوغمون القائد حراق. ننصحكم ديما في البحر هزوا معاكم ماء وحطوه فيها البراد ذا، خاطر بالرسمي لازم الماء معانا في البحر نعطشوا على الاخر. هكا يا جماعه تتفندينا تحت التراب، اما تعرفوا حاجه الدنيا سخونه على الاخر وما نجمش نعمل لك كلشي تحت الظل. توا جا الوقت باش نتحرر من السجن هذايا.